غنوجه لهم انه للاسف التخييم دابا ما غاديش يبقى، وهذه واحد المساله اللي كان كيستافدوا منها بزاف الناس العشاق ديال هاد الاجواء. بصراحه ما كاين واحد العشوائيه في تدبير المرافق العموميه بصفه عامه والشواطئ. قال كاين تبليغ وكاين اعلان. اسمي ديالي مروان من مدينه طنجة. كاين ابناء الريف كنجيو نزوروا بلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتما سويتما تيميك مليح، تمني غاتيرين بخير وعلى خير، الصحة المليح إن شاء الله. نهار وسادكم غيجيو فيديو نستيج شاطئ كوشطن بادس نيت جاها معروف هذا يتين كبرتي بقويان نديت سنزراسي وذان جميع المدن المغرب. نهار غنراح لأن ستيج الخبر ممنوع تمتاخ هذيك تخيم من دين هذيك تاقيضون أغرسن سقيت 8 الصباح 8 الجيرات تمديت ممنوع عمومي ثقيضون ممنوع تخيم ممنوع. نهار انا هو كوشطايه تايتين الكوشطان بادس السقسه وذان اني سنس ندير تاي عدان لان سجاق الوقت 10 ندير سندا غاصن نجمع متقيضون تسيتين امو خزر ما يتما واش ما اوارو ممنوع تخييم واش ممنوع واش المليح كوشطايه تايتين الراي انكم تمنى غاتيدهم التعليق. وبسم الله يتمنى تفكر عاد سنه خيم الناس سعدني السيمه داخل البحر ممنوع. المهم قيمتها كاينه يتما غنروح ناري السقساتي وذان انا وشن اوار نسن ممنوع التخييم اشوم يحفظ الله تعالى نتقادشهم وتمشي تبارطاجي فيديو يا ويتين تقميش اللايك تفاعل ماكيز اشوم يحفظ ربي العالمين تقادشهم ميما تجيو. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. سلامت بخير. بخير الحمد لله. مرحبا بك في بادس. الله يبارك فيك. عرفنا شو من مدينه جيتي وشنو سميتك كيفاش طلع خاطرك. اسمي ديالي مروان من مدينه طنجة. مدينه طنجة. كاين ابناء الريف كنجيو نزوروا بلاد. اصل ديالكم من الريف. من الريف. واش اول مره غادي تجي لهذا البادس هذا؟ لا بادس حنايا دابا 2015 2016 كنجيو لبادس كل عام كنجيو. وهاد المره هذه كيفاش جاك بادس؟ واش كاين شي تغيير واش كاين شي باقي الدنيا خاويه شويه مزيانه هذه الصراحه كنجبروا فيها راحتنا حنايا. وصراحه جينا درنا الخيمه ما جبرناش ديك العراقه بحال كنا كنجبروا كل عام كاين شي كتجي ضرب خيمه ضروري كيجي عندك شي واحد هذا المهم زعما فرونكي. واش اول نهار كتخيم ولا لا حنا جينا نهار الثاني عيد بالليل. سمعنا باللي ممنوع التخييم هنا بادس كيفاش كانت الطريقه ديالهم المعامله ديالهم ملي جاو عندكم واش من ساعه جاو واش ممكن تعطينا التفاصيل التعامل ديالكم مع التعامل ديالهم معكم؟ الصراحه ملي جينا درنا الخيمه في ديك الساعه خاصة كنا جينا معطلين شويه ما كان حتى شي مشكل ولكن غدا الصباح على غدا ديال الصباح دينا كنسمعوا هضره دايره باللي التخييم غادي يكون ممنوع ولكن غير هضره دايره ما عرفناش واش كاين شي جهه مسؤوله ولا شي حاجه. حتى على غدا ديالها عاد جا عندنا المقدم قالنا راه يمكن يجيو عندكم مخزن اليوم راه هاد العام هذا التخييم ممنوع فهمت. صافي يعني غير سيبنا الهضره ومشى. ذاك النهار في العشيه جاو عندنا المخزنيه. شحال ساعه جاو؟ نقول لك مع ديك المغربيه ديك 8 ونص 9 صافي هي يهضروا معانا زعما راه التخييم غادي يكون ممنوع وهذا ولكن خلاونا ديك الليله ما هضروش معانا. لا ما هضروش معنا ديك الليله لاباس ولكن بحال جاو بانوا شافونا هضروا معنا شي حاجه هيدا صافي صاروا مشاو بحالهم ما كاين حتى شي حاجه. وفوقاش حيدتوا الخيمه واش باقي مخيمين؟ الخيمه حيدناها في النهار الثالث البارح. البارح ملي جاو شمن ساعه كانوا جاو واقيلا الجندارم مع المغرب هيداك فعلا حتى 12 الليل هيداك ولا 12 ونص جاو مخزنيه ديك الساعه قالوا لك صافي تحيدوا الخيمه من هنايا. راه انتم كنتوا ناعسين ولا كنتوا باقي؟ كنا يلاه نوجدوا الناس كنتوا كرامات كنتوا وجدتوا المسائل ديالكم مع ذلك هيداك جاو مع الخيمه تبارك الله عامره باش تفويناها وهذا بصح تماره مع النعاس من البحر كلها كيقولوا لهم زعما خلينا غير الصباح وديك الساعه نوزوا بحالنا ان شاء الله ما بغاوش. قال لك قرار حتمي جماع الخيمه ضروري غادي تجمع في 12 الليل. لا جمعنا 12 الليل بقينا هيدا كنجمعوها كيقولوا باللي دايرين مع السيد حنايا تنغدا عاد يجي مورانا. فعلا كيفاش كانت الطريقه ديالهم ملي جاو عندكم عاديه ولا؟ لا الصراحه عاديه هضروا مؤدبين كيقول لك انا ما عندي ما ندير لك صافي علمناكم المره الاولى المره الثانيه يعني ما جيناش وزعما عقلوا بلي راه علمونا بالوجه فعلا صافي يعني
شنو تقول الناس اللي كيفكروا يجيو يخيموا هنايا في بادس؟ الصراحه يديروا حساب ان الخيمه يمكن يجبروا فيها عراقيل، معلقين بلاكات تما ديال ممنوع التخييم، وقرار رقم 29 وقيله 2023، يعني هذا شي قرار قديم يمكن عاودوا كيطبقوه في بادس هنايا ما كانش كيطبق. المهم يديروا بحساب هاد المسائل هادو. عندك يكون دابا المهم دابا على حسب راه ممنوع، رحنا البارح حتى شي خيمه حتى تعلموكم انتم ديتوا الخيمه على داك الشيء. دابا شوف هذا بنادم جديد اللي غادي يجي شنو غادي يديروا معاه، واش غادي يبقاو يعملوا كل عشيه يديروا هذا الروتين هادي انهم كيدوروا يهزوا الخيام، ولا نهاريا نهار لا داك الشيء كيبقى الزرب كل واحد ما عرفناش. كنشكرك بزاف. الله يودي مرحبا حفظك الله. نتمنى تدوز شي وقت مزيان في بادس، وان شاء الله والدور عندنا مره اخرى ان شاء الله. حنا كنستمتعوا ببادس كل عام، حنا هادشي هذا ما خلانا ما حرمناش من المتعه ببادس هيدا، حنا كنتمتعوا حنا بحرين ما عرفنا. السلام عليكم اخاي، لاباس عليك اخاي؟ بخير بخير الحمد لله. مرحبا بك في شاطئ بادس. عرفنا براسك. شنو علي بن طاهر من سكان مدينه مرتيل. اول حاجه عيدكم مبارك سعيد، نسال الله عز وجل ان يعيدكم عليه بالخير واليمن والبركه ان شاء الله، وعلى الامه الاسلاميه جميعا. صراحه اول امس تفاجئنا يعني بدون سابق انذار بعد منتصف الليل برجال الامن الدرك وقوات مساعده بانهم بلغونا بضروره افراغ الشاطئ بدون انذار مسبق بالمطلق في جنح الظلام، وحنا عدد كبير، معنا اسر، معنا اطفال، معنا امهات ديالنا، وما عطاوناش بدائل صراحه. تفاجئنا، وحتى ما درناش حساب الماديات وسائل النقل ما كايناش. صراحه العطله كامله مشات ضاعت فعلا، وهذا الشيء ما كيساعدش السياحه لا في المنطقه لا في المغرب اللي كيراهن على قطاع السياحه. وعموما كيف ما لا يخفاك بان كل واجب في حق المواطن كيتزاد خصو يتزاد في حقه مقابله حقوق. ما كاينش حقوق اخرى، ما كاينش مخيم جريت عليا من الشاطئ عطيني مخيمات بوسائل ديال هذه الراحه وكذا ومشينا. دابا جيت على الشاطئ فيها نمشيو، وهي دي عطله اذا مشيت الشواطئ في العطله فيها نمشيو. بصراحه ما كاين واحد العشوائيه في تدبير المرافق العموميه بصفه عامه والشواطئ. قال كاين تبليغ وكاين اعلان، مشينا لقينا واحد الورقه صغار من ورقه كلينكس معلقه بواحد الخط عشوائي ما شكون كتب اصلا وفيها خطا املائي كاع، وكيراهنوا دابا على رقمنه المرافق العموميه. كان نورمالمون كان خصو يكون استعمل وسائل الرقمنه، كاين فيسبوك، كاين ميديا، وشد فهمتش انا العشوائيه في تدبير جميع المرافق. لا اله الا الله وصف. جميع الاسر بتنا في الخلا، والله العظيم بتنا في الخلا. لا اله الا الله وصف، لا اله الا الله. وهذا الشيء ما كيساعدش تطور البلاد. راهنوا على 10 مليون سائح في 2010 وفشلوا، وراهنوا على 20 مليون سائح في 2020، ودابا حنا في 2025 دخلنا وباقي ما حققناش 10 مليون الاولى. وانت كتجري على السياحه الداخليه كتقول كتشجع، ودابا ما خليتي لا السائح اجنبي لا السائح وطني. لا اله الا الله. دابا انا كنشوف بان جميع المرافق وجميع القطاعات في المغرب كيتنافسوا على اي نفاق اسوء. كنا كنقول بان وزاره الداخليه هي ام الوزارات وفيها شويه ديال عندنا فيها الامل، خصوصا في الجانب الشق الامني، ولكن هذه العشوائيه ما فهمتش انا ما كتدخلش. لا اله الله. بصراحه هذه نقطه تحسب ضد السيد العامل. بالنسبه للناس هذوما اللي غادي يجيو لهنا كيفاش شنو تقول له؟ يعني يديروا حسابهم ما كاينش تسخين. اول حاجه ما كاينش تسخين، ما كاينش السباحه بعد منتصف بعد الساعه 8 ممنوع السباحه بالمنتصف، والانسان يعمل حسابه يضاعف الغلاف المالي فعلا في ظل التضخم كلشي تضاعف. لا اله الا الله وصافي. او اذا اللي عنده شي بير في دارو يتبرد في بيرو بلا ما يجي لا اله الا الله وصافي. اسمحوا لي على الاطاله. شكرا، الله يحفظك، الله ينورك، الله يحفظك. السلام عليكم، لاباس عليك اختي؟ مرحبا بك بادس. بارك الله فيك. عرفنا براسك، واش اول مره كتجي لهنايا وكيفاش جاتك البلاصه هذه؟ صراحه هذه ماشي اول مره، انايا جيت من تطوان، من مدينه تطوان، وهذه المره الثانيه اللي كنجي لهذا البحر اللي هو باديس. وصراحه هاد النوبه جيت على اساس التخييم، انني نخيم. جيت مع الاصدقاء ديالي المجموعه ديال السقوط الحر، وكانت التجربه رائعه. وباديس بطبيعه الحال منطقه اللي هي بحريه وغزاله تبارك الله، والناس ديالها ظراف وطيبين، الله يجازيهم بخير. استقبلونا استقبال حسن وكيتعاملوا معنا معامله مزيانه بزاف، والاجواء مزيونه بزاف. كيفاش قالوا لك باللي ممنوع التخييم هنايا في باديس؟ واش جاو عندكم؟ واش علموكم؟ واش لقيتوا شي اعلان؟ واش خبركم باللي هذه البلاصه هذه ممنوع فيها التخييم؟ لا الصراحه حنايا جينا على اساس ان هذه هي المنطقه من المناطق القليله اللي بقات في
في المنطقه الشماليه ان مسموح فيها التخييم. على هذا الاساس جينا، منين جينا يلاه جوزنا حنايا عندنا نورمالمون البروغرام ديالنا فيه 4 ايام، جينا يلاه نزلنا القياطن ديالنا النهار الاولي، فما بالك كنا تفاجئوا في النهار الثاني جا عندنا واحد السيد هو والصديق ديالو وكيعلمونا بان غير اوغالمون يعني شفاهيه بان ودي راه ممنوع التخييم وهذه. حنا يلاه تفاجأنا في الخبر بصراحه الله، وكيف ما حنا كيف ما الناس كاملين اللي كانوا مخيمين صافي جوزنا ديك النهار. حنا اصلا ما عمرناش ديك النهار، مشينا لواحد البحر اخر، ومنين رجعنا البارح جاو عندنا ديك الناس بالليل لي جوندارم معاهم واحد السيد اخر، فقالوا لنا زعما راه ما يمكنش تباتوا في هذه الليله هذه، خصكم ضروري تهزوا لي طونط ديالكم وتمشيو في حالكم. صراحه تفاجأنا لان حنا ما جينا عوالين باش نجوزو كي تمزيونين وهذه نجوزو كي تمزيونين، فما اضطرينا. انت عارف حنا كنحترموا القانون ديالنا على الراس والعين، ولكن شنو كان زعما في الامكان ديالهم يعلموا قبل، يعلموا في لي ريزو سوسيو، فالناس ما تكبتش ديك العناء انها تجمع الحوايج ديالها وتجيب وليداتها. الناس راه كتجي من كازا، كتجي من الرباط، تلاقينا بزاف ديال الناس هنايا كيجيو ماجيين بالرحيل ديالهم حوايجهم، انت عارف باش تجوز اي في القيطون، ولا ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه. هادشي اللي كاين، اضطرينا ننتقلوا لمكان ابعد، وفي الصباح عاود جينا. يعني مسموح انك تجوز نهار ديالك في البحر، ولكن دابا باش تعمل الخيام ممنوع للاسف. شنو تقول الناس اللي كيفكروا يجي يخيموا هنايا في البادس؟ شنو الكلمه غادي توجه لهم؟ غنوجه لهم انه للاسف التخييم دابا ما غاديش يبقى، وهذه واحد المساله اللي كان كيستافدوا منها بزاف الناس العشاق ديال هاد الاجواء، وفهمتي، وانهم يعملوا حسابهم بان ما يتعذبوش ويجيو غيجيو غير مثلا يجوزوا النهار ديالهم كامل على الشاطئ وما وليداتهم، وراه غيضطروا يلتجؤوا للكراء او يلتجؤوا للمصيف باش يقدروا يباتوا فيه. شكرا. لا شكرا، مرحبا بك في البادس مره ثانيه. شكرا جزيلا، الله يجازيك بخير. شكرا.